فمن الاخر يا باشا، انت لما ربنا يكرمك وبتطلع من الموضوع ده ويجي لك دعوه وتكمل على خير، انت بقيت مميز في العالم. يعني انت نجحت كده عالميا، انت بقيت راجل انترناشونال. خلينا نقول كده، انت مش بتنافس مع اهل بلدك وخلاص، لا انت بقيت شخص انترناشونال. مش ملاحظين ان انا النهارده ما جبتش سيره حد يذاكر او حد يقوم يفز يذاكر؟ خلاص بقى، انا يعني الضرب في الميت حرام. صاحب الخير بيحب الخير للناس اللي حواليه، صاحب الشر برضه بيحب الشر للناس اللي حواليه. فبالتالي كده كده اي حد حواليك في الدايره بتاعتك هيتلط سواء بالخير او بالشر. النهارده يوم مختلف لان نفس الوقت احنا ده كل يوم بنطلع فيه مع بعض، ولكن الشمس ما بتكونش موجوده. المره دي الشمس موجوده والدنيا زي الفل. المهم صباح الخير، السلام عليكم. النهارده هنبدا جوله كده هنتكلم كالعاده. لو انت لسه جديد فاحنا يعني بنحاول نقدم يعني خبرات حياتيه ايا ما يكن احنا اي بلد احنا موجودين فيها. بس احنا دلوقتي موجودين في استراليا، والناس بقى القديمه بقى ايه، تنسوش تعملوا لايك بقى. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. طبعا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة تقريبا الساعة 6. كان الجولات اللي فاتت او يعني في كذا فيديو كده كان دايما الشمس ما بتكونش موجودة، فانا المرة دي بقى قلت بقى اجيب بقى الطاقية بقى واللي ايه، حد يقول لي والنضارة يا جماعة. طيب اول ما بتيجي تعمل صوت كده يبقى انت كده في الامان. بس للاسف احنا لسه هنقف تاني، ولما احنا هنقف تاني فطبعا هنضغط تاني، هنشوف الاجواء. ده المفروض ان هو ده سي بي دي او مركز المدينه يعني، ان صح القول. فانا اكيد في دوشه حوالينا، لكن ان شاء الله مع يكون كلامي مغطي عليها يعني. فتعالوا كده احنا بنشوف اه عدينا اهو. واخر واحد ده في الغالب انا المفروض، بص، هو انا بشوف هنا بيعدوا لو الدنيا فاضيه زي ما انا عملت كده يعني. بس غير محبذ ان انت تعمل حاجه زي دي خالص يعني، وخاصه لو انت لسه في الاول، علشان انت الاتجاهات عندك بايظه، فانت ما تعرفش اليمين من الشمال والشمال من اليمين، عشان بس حفظا للسلامه. كان ليا صديق دايما يقول لي ايه، تاخر دقيقتين ثلاثه ولان لا قدر الله تخاطر بحاجه يحصل لك فيها مشكله. تاخر 5 دقائق، تاخر 10 دقائق، مفيش اي مشكله خالص يعني. محدش هيلومك انت ليه اتاخرت يعني، الا لو انت عندك مشوار والدنيا، فانت برضو ملام عشان اتاخرت. بس انا قلت الجوله كده يعني نمشي جنب الطريق. شايفين الشجره دي؟ يعني انا اول ما شفتها بصراحه كنت شجره عجيبه يعني. طبعا لما شفتها الناس بقى اللي كانت ساكنه او ما زالت ساكنه في القرى زي حالتنا كده، وشجره توت بقى والحاجات الجميله، افتكرت ايام بقى ما كنا بنتسلق. بس يا اخي ما كانتش بتبقى بالعمق يعني، بالضخامه ديت يعني، ان انت تحس ان طالع 4 5 6 ادوار يعني دي انت اصلا علشان شايفين الجذع عامل ازاي، انت علشان تطلعها اساسا يعني محتاج مجهود. تعالوا كده ايه نلف من حواليها يعني. ف والمراكب اللي هناك دي شويه كده وهنجيلها يعني، هنمشي من حواليها يعني. فكانت ذكريات لطيفه يعني، ان انت تطلع شجر التوت بقى ولو في مولد والحاجات الجميله بتاعت ذكريات التسعينات دي. طبعا جيل الالفينات وجين زي والحاجات الحلوه دي ممكن ما يفتكروش الحاجات دي. شايفين الشجره؟ سبحان الله يعني، سبحان الله. انت ماشي في البلد دي تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في طريقه للتامل بشكل غير مسبوق، بتشعر بنعمه ربنا في كل حاجه حرفيا. في الهدوء، في الاكسجين، في الشجر، في البني ادمين، في حاجات كتير يعني. البني ادمين طبعا الا ما رحم ربي، لان البني ادمين هم في النهايه فطره واحده بتحددها او بتحيدها فقط القوانين يعني وفي اهم، بص شايفين يعني لسه على الصبح كده بايه، سباق عجل يا جماعه على الصبح. طبعا هم مش ماشيين كده اعتباطا، هم ماشيين في مسارات للعجل يعني. الدنيا واضحه وكل خط من اللي انتوا شايفينه ده، تعالوا كده شايفين
كل خط من اللي انت شايفه ده ده ليه قوانينه يعني. بس وطبعا احنا ماشيين على الشمال، دايما نمشي ناحية الشمال مش ناحية اليمين، إلى الجهة اليسرى وليست إلى الجهة اليمنى. حول بس يعني هنعدي دلوقتي علشان لو انت جيت في يوم من الأيام نيوكاسل، في مكان هنا بتاع سمك يعني زي الحلقة كده بتدخل تشتري منه، ده موجود في حي اسمه ويكام في السي بي دي. تمام، ممكن اعتقد ان حتى اللي جوه بيجوا يشتروا منه يعني. المفروض ان هو المفروض ان هو اللي جنبنا ده على ما اعتقد او اللي بعديه يعني. هنشوف مع بعض، هنشوف. دعنا ما تيجي نشوف، هي كده مفيش حاجة تانية. انا بس حبيت اوريكم يعني احنا دايما بنمشي في الاماكن الهادية، حبيت اوريكم الاماكن غير هادية. طبعا هيجي لي واحد يقول لي الله اه هندسة، فين الاماكن اللي مش هادية دي؟ ده هي فين العربيات اصلا؟ هو دي يعني تساوي يا سيدي؟ خلاص ماشي عادي. لا ده طريق رئيسي، وهي دي الزحمه اللي المفروض موجوده في هذا الطريق يعني. بس فقلنا يعني اعيشكم تجربه جديده، مع طبعا تحفظي على الرصيف اللي انا ماشي عليه. مش عاجبني الديزاين بتاعه لانه واضح ان هو حاجه قديمه جدا جدا جدا، ولكن عايشه حتى اللحظه دي. وهي دي فكره بقى الايه، الاستدامه، sustainability. بس فالناس هنا بتعمل حاجة يعني بما يرضي الله، كل حاجة معمولة متقنة. كان أحد الأصدقاء يقول لي يا أخي أنا بشوف كمية لاندسكيب وكمية حاجات، هي فين البني آدمين يعني؟ طبعا الناس دي بتعمل الأجيال القادمة جت لو سعادتك يعني إلى الحاجة نظيفة، وأنت تعمل برضو للأجيال اللي بعدك، وهكذا كلنا نكون ماشيين في نفس التراك بتاع نهضة البلد ده. بس اللي هو فريش سي فود او جه هو على الجنب، هوريه لكم دلوقتي بشكل يعني عشان لو محدش عارف يوصل له يبقى هو عارف اسمه ويقدر ان هو يبحث عنه يعني. ده اسمه يا جماعة اسمه كوميرشال حاجة. اه اه ان شاء الله يكون ظاهر معاكم وتقدروا تعملوا زوم وتشوفوه يعني. بس يعني ده اللي هو يعني دي الاجواء اللي حوالين الطريق. انا دلوقتي يعني هبدأ ادخل بقى علشان نطلع على الكورنيش تاني، بس من الناحية التانية علشان اوريكم بقى المراكب ونشوف بقى الوضع هيكون عامل ازاي. المراكب. ف طبعا انا صراحة بوثق هذه اللحظات الجميلة، كما اقول دايما ان انا كمان من الفانز بتاعت القناة. واوقات كتير كده بكون بتسحل في الحياة وضغط الشغل والكلام ده، اوقات كده دماغي اقول لك بتفاسي كده، فبحب ان انا ارجع اتفرج على نفسي، اعيد الذكريات، احن للمكان اللي انا سبته كده يعني. حاجات من هذا القبيل. مش عارف انا لو مشيت كده للاسف الشديد مش هتبقى احسن حاجة. فاحنا يعني خلاص خلي دي جولة تانية تبقى الشمس فيها مش في وشنا، او على الاقل يكون معايا بقى اللي هو الفلتر علشان الشمس ما تأذناش يعني. بس فاحنا يعني خلاص احنا يعني يعتبر قربنا ان احنا ننتهي. وانا دلوقتي محتاج ان انا اشرب ميه. انا اشرب ميه عشان اريح كتفي شويه. الارتواء ده يعني ده حاجه عظيمه بصراحه. شايفين الشجر ده منتشر، ده ما اعرفش اسمه بصراحه، بس هو منتشر دايما يعني. درجة الحرارة الأيام دي شوية برد شوية حر شوية نص ونص، بس بشكل عام كويسة يعني. بشكل عام هي كويسة صراحة. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ خلينا بقى ندخل في مكان
انا ما دخلتوش قبل كده، عم الحاج سايق عجل اهو، و... واللي بيمشي الكلب بتاعه، واو بيجري الكلب بتاعه. فتعالوا كده، آه تعالوا ندخل عكس الشمس، علشان الشمس ما تكونش في وشكوا. لو الشمس في وشكوا هتبقى مشكلة كبيرة. فاحنا يعني ايه، هنوقف دلوقتي ونبدأ بعد كده. طيب احنا خدنا دلوقتي كوبري، انا مرضتش امشي في اتجاه يعني عكس الشمس عشان ايه انتوا تعرفوا تتفرجوا على الفيديو. فانا ايه ماشي دلوقتي على كوبري مشاة، المفروض يعني موصل يعني جزء بجزء من تحت الكوبري. انت عارف الكوبري اللي فوق ده طبعا هما يعني كان صعب ان هما، انا هوريكم المكان بس مش عارف الشمس هتعمل معاكم ايه. يعني انتوا شايفين دي المينا، فطبعا الكورنيش ماشي جنبها، بس يعني فمش هقول غير كده يعني. فكان لازم يعملوا التحويلة الجميلة دي علشان لما دخلت هنا مش عارف ليه افتكرت كوبري قصر النيل، مش عارف يعني هي دي شكل الكباري، والمية زي ما انتم شايفينها جميلة. انا اول مرة يعني انا ما مشيتش من هنا قبل كده، اول مرة امشي. ف طبعا فريق المونتاج بيبقى عارف هو هيعمل ايه كالعادة، مش محتاج ان انا كل شوية اقعد اكد على الايه المفروض يحصل ولا ايه. بالظبط كده، كلنا عارفين ايه اللي لينا وايه اللي علينا بس، وربنا يستر. معرفش المية منسوبها، بس دي يعني مية عادية، يعني تحس ان هي زي مية الترعة تحس زي ان هي مية الترعة كده. ال- المكان صراحة هنا برضو جميل، المكان صراحة هنا جميل ومترتب كده، شكله حلو. وعشان الشمس كمان في ظهرنا، فاعتقد والله اعلم ان هي مديه لوك حلو قوي للفيديو. ان شاء الله يعجبكم. يعني مش ملاحظين ان انا النهارده ما جبتش سيره حد يذاكر او حد يقوم يفز يذاكر؟ خلاص بقى انا يعني الضرب في الميت حرام، خلاص كل شغل الكريسماس بقى والحاجات اللطيفه دي. ولكن هرجع واقول يعني اتمنى ان انت بما انك انت وصلت يعني قربت توصل لاخر الفيديو، تقوم تفز تذاكر علشان يعني عشان تبسط نفسك وتبسط اهلك وتحقق اهدافك. وانا زي ما قلت يا جماعه، احنا في النهايه في دار شقاء. اوعى تفتكر ان انت متحقق هدف هتبقى، مش هقول يعني هو انبساط، او انت لازم تبقى مبسوط طبعا ان انت حققت هدف في حياتك. آه لان الانسان ما هو الا اهداف متتاليه، او نجاحات متتاليه، او فشل متتالي يوصل لنجاح. فهو في ان انت بتحقق هدف تخش في الهدف اللي بعده. انت هدفك عايز تخس، هدفك عايز تسافر، خلصت الهدف ده هدفك عايز تطلع الاول على الدفعه عشان تعين معيد في الجامعه الى لكن طبعا ان انت يعني تفضل في مكانك، دي حاجه مش كويسه خالص، حاجه اصلا مش في اي دين موجوده. لازم الانسان يكون طموح، وان هو يطمح في ان هو ايه يعني ايه المزيد طبعا في الحاجه اللي ما تغضبش ربنا يعني، بس عشان نبقى واضحين يعني. فان انت تقوم تذاكر ده مش اوبشن، لازم تكون دايما يعني سابق بخطوه، شوف الخطوه اللي بعدها. في ناس على فكره، وزي ما قلت يعني انت ظروفك احسن بكتير قوي من واحد هو ورقه اصلا ما يأهلوش ان هو يهاجر. لو انت مشكلتك كلها متمحوره في ان انت تذاكر، فانت بصراحه بتتمرقع. انا كل مره ما برضاش اقولها بس ايه، هضطر ان انا اقولها المره دي. انت بصراحه كده هتكون بتتمرقع. ليه؟ لان المجهود النفسي او المجهود الذهني بيبقى مؤلم في اول شهر، في اول اتنين، بعد كده بيبدا بفك على حسب بقى ايه استمراريتك. بتقدر ان انت هتوصل. يا جماعه اصلا هي مش كيمياء، هي بس كل الحكايه ان انت يعني عايز الحاجه تيجي بالساهل. على يعني مش هينفع تيجي بالساهل، اصل احنا 7 مليار يا اخوانا، ما في كتير قوي بينافس على نفس المكان اللي انت بتنافس فيه. فمعلش يعني ما هو
هي الهجره دي مفاضله في النهايه، هي مفاضله سواء انت كنت هتروح لكندا ولا استراليا ولا امريكا حتى كهجره عشوائيه او دراسه او وات ايفر، او حتى اوروبا المانيا والخ، هي في النهايه مفاضله. انت يعني انت حتى مش بتنافس مع بلدك، ده انت بتنافس مع كل دول العالم، كلهم عايزين يروحوا نفس المكان وكلهم بينافسوا على نفس الدعوه، كلهم عايزين يسافروا. فمن الاخر يا باشا، انت لما ربنا يكرمك وبتطلع من الموضوع ده ويجي لك دعوه وتكمل على خير، انت بقيت مميز في العالم. يعني انت نجحت كده عالميا، انت بقيت راجل انترناشونال. خلينا نقول كده، انت مش بتنافس مع اهل بلدك وخلاص، لا انت بقيت شخص انترناشونال، وبناء عليه ايه، بتسافر بقى وبتبدا حياتك وتبدا طريقك، ولما بتيجي هنا برضو ما بتنافسش لوحدك، وهكذا. انا مش مع فكره ان احنا نقلل من نفسنا، او ان احنا يعني نبقى عندنا عقده نقص، او ان احنا متضايقين، او يبقى يحصل مقارنات او كده. لا لا لا، انا مع فكره ان انت نافس نفسك. لو اتغيرت حاجه بسيطه، لو ذاكرت شويه، لو اخدت كورس، لو كل الحاجات دي، هي في النهايه انت بقيت احسن. خلينا نقول انت بقيت نسخه افضل من النسخه بتاعتك، وبالتالي انت كده مفيد في المجتمع. على فكره انت برضو ما الحاجات دي يعني بتتعكس على المجتمع، بتتعكس على صاحبك، بتتعكس على اهلك، بتتعكس على كل الناس، ان انت بتقعد ايه. ما هو يعني دايما صاحب الخير بيحب الخير للناس اللي حواليه، صاحب الشر برضه بيحب الشر للناس اللي حواليه. فبالتالي كده كده اي حد حواليك في الدايره بتاعتك هيتلط سواء بالخير او بالشر. فخليك في الخير عشان ربنا يجعلك دايما سبب في ان انت تخلي الناس توصل لاهدافها وطموحاتها والحاجات الايه الجميله اللي احنا بنتكلم فيها دي. وبالتالي ربنا يوفقكم. وسبحان الله الكام دقيقه الاخيره دول انا تحمست شويه. واضح ان الواحد سخن هنا، وفي بني ادمين كتير على عكس المتوقع، يعني شكلا ومضمونا. ما اعرفش يعني المكان اللي انا فيه ده كومباوند ولا ايه، يعني ان الناس تكون موجوده بالشكل اللي انا شايفه ده، فدي حاجه كويسه. عايز اقول لك ربنا يوفقك، قوم في الذاكر. وليه خلينا زي كالعاده، يعني ان احنا لازم برضه نجيب شكلنا، بس احنا شكلنا المره دي هيكون بقى ايه، هيكون في عرق والدنيا مش هتكون الطف حاجه، ولكن برضه لازم نختم. لعل يكون في واحد او اتنين ياخد بالكلام اللي احنا بنقوله ده وتشجع، وربنا يكرمه ويقدر يحقق اهدافه اللي هي متمثله في الوقت الحالي في الهجره الى استراليا او كندا او امريكا، او حتى للتعليم. انا دلوقتي هفصل معاك. اتمنى منك ان انت في اللحظه دي تقوم تذاكر، او على الاقل تبدا تعمل خطه للمذاكره بتاعت الانجليزي بتاعت البي تي اي اكاديميك لاستراليا، او البي تي اي كور لكندا. واحنا الكورسات دي احنا موفرينها بالفعل، تقدر تشوف في الوصف. لو انت محتار حتى في الهجره او مش عارف تعمل ايه ومحتاج ان انت تاخد استشاره من حد معتمد داخل استراليا، فاحنا برضو سايبين في الوصف، وسايبين كمان الموقع اللي هو بتاع مورا، ان انت تقدر تشوف ايه المكاتب المعتمده في البلد اللي انت فيها، معتمده من الحكومه الاستراليه، علشان تبدا تتعاون معاهم، او على الاقل ان انت تاخد استشاره هجره معاهم. ما تحبطش، قوم صدقني ذاكر، علشان السنه الجايه لو انت مشيت واخدت كلامي ده، فانت ان شاء الله ربنا هيكرمك. ومفيش حاجه اسمها تو ليت انت اللي بتحددها. لو قمت دلوقتي وذاكرت ربنا هيكرمك ان شاء الله. قوم بقى فيز ذاكر، قوم اعمل لك ايه. يلا، سلام عليكم.